مرحبا، تخيل تسافر تلاقي حالك بدل ما سافرت بين الدول سافرت بالزمن. هذا اللي بصير بس تيجي على دولة أثيوبيا. Hey bro, what's the date today? It's the 25th of December 2012. اليوم تاريخ 25/12/2012 وبعد كم من يوم راح ندخل بالشهر ال13. على الأغلب بس شوفوا هذا الفيديو راح يكون احنا في شهر 13. أهلا فيكم بالبلد رقم 49 اللي بوصله، وهاي بداية رحلتنا في القارة الأفريقية بداية من أثيوبيا. أثيوبيا دولة إلها نظام الوقت الخاص فيها، حتى الوقت عندهم مختلف عن الوقت عندنا. الساعات عندهم بتبدأ من شروق الشمس، يعني الصبح بتكون الساعة 1 بدل ما تكون 6. السبب إنه أثيوبيا متأخرة 7 سنوات عن التقويم الميلادي اللي إحنا متعودين عليه، إنه التاريخ هون بتبع لتقويم قبطي مصري قديم. هذا التقويم يختلف مع التقويم الميلادي بتحديد سنة ميلاد سيدنا المسيح، عشان هيك بدأوا تقويمهم من سنة 7 ميلادي. والغريب بالتقويم تبعهم إنه عندهم 13 شهر مش 12. السبب إنه بكل شهر عندهم في 30 يوم، بالتالي نهاية الشهر ال12 بيكون ضايل 5 أيام عشان يكملوا السنة اللي هي 365 يوم. فعملوا شهر رقم 13 وحطوا فيه 5 أيام فقط. What time is it? It's 9 o'clock 9 o'clock in the afternoon. It's 3 with me. وهيك بعد ما تعرفنا على التوقيت الأثيوبي، خليني أخذكم لفة سريعة في العاصمة أديس أبابا. أنا هلأ في منطقة اسمها ميركاتو، زي ما بنشوف الاسم متأثر بالفترة اللي كانوا الإيطاليين موجودين فيها هون. المكان هو أكبر سوق في كل أفريقيا، المكان هائل الحجم، ممكن تمشي فيه لساعات وساعات وما تخلص. ببيعوا فيه كل إشي، فيه البهارات، الملابس، الخضار، كل شيء كل شيء. وخبص المكان قد ما في ناس مش طبيعي بضلوا يخبطوا فيك. يا دوب في مكان تمشي ببعض الأماكن. السوق اللي احنا فيه جدا خطير، الكل عم بحذرني انتبه من الحرامية، ممكن يمسكوا الموبايل ولا الكاميرا من ايدك ويضلوا هاربين. فعم بحاول قدر المستطاع امسك الكاميرا زي كأني ماسك ابني الصغير. طب طلبت الاكل الشعبية اللي هي اسمها شيرو، تتكون من حبوب الحمص المطحونة مع بهارات، ما بعرف بالضبط شو هي، بس جدا زاكية، وبتتقدم طبعا مع خبز الانجيرة. وطلبت معها عصير افوكادو، واضح الافوكادو جدا منتشر هون وسعره رخيص. طب دخلت على محل، هذا حلوة ما شاء الله، هذا حلوة 700. هذا ركز 700 يا 700 هذا ركز دو كوتن نايس كوتن وان. طب دخلت على محل بدي اشتري لي اشي هيك لبس شعبي، لقيت هذا شايفين؟ انا مصطفى انا اصلي حبشي. اصلك حبشي؟ ايوه انت من الحبشة؟ انا مش حبشي. وين ما تمشي في اثيوبيا راح تشوف السيارات الزرقاء. هاي السيارات الزرقاء عندهم تاكسي، لسبب ما اختاروا اللون الازرق، ما بعرف ليش، كله بطلع علي. مدينة أديس أبابا عاصمة أثيوبيا هي واحدة من أعلى المدن العواصم، هي من أعلى العواصم الموجودة في العالم. بالتالي ما تستغرب إذا شفت الناس هون لابسين جاكيتات، الجو مطر وبرد، لأنه هذا شيء طبيعي في عاصمة بهذا الارتفاع. أيوة عندهم هون قات، تعرفوا القات بسموه تشات، اللي هو نفسه اللي في اليمن معروف، بس حسب ما سمعت انه الكواليتي تبع اللي هون احسن، بس محطوط بالسوبر ماركت يعني. طيب بعد نص اليوم مع كل التعب اجيت على واحد من اقدم محلات القهوة الموجودة في كل اثيوبيا، اسمه توموكا، مع صديقي عمران. فاجينا نشرب قهوة مع بعض. القهوة عندهم يقال انها احسن قهوة في كل اثيوبيا، القهوة الايطالية الماكياتو. خلينا نشوف. الله على القهوة يا أخي، بدون القهوة كيف بدنا نعيش احنا؟ هلا الواحد بصحصح وبروح بيعرف يكمل الفيديو. How is the coffee يا عمران؟ It's the best period.
So good. طب لقينا الناس متجمعين على محل ببيع كيك، ما بعرف شو، بس كالعادة لازم نلحق صوت الشعب، وعمران بحكي لي انه المحل هذا مشهور. They're one of the oldest cake shops in Addis. Okay. They serve cream puffs and everything. Okay. People are lined up, as you can see. In fact, we're lucky enough to be at the start of the line. Yeah. Hopefully by 15 minutes we're gonna show you what we get inside. نزل الكيك. الواضح انه في تأثير ايطالي كبير في هذا البلد. في عنا الميركاتو اللي كنا فيها الصبح، المكان اللي احنا هلا فيه اسمه بياتزا، وهذا المحل ببيع كيك ايطالي. اها. صراحة رهيب. كل هدول طلعوا تقريبا بدولار واحد. تحسها هيك كيكة معمولة بالبيت، طعمها مش كتير قوي ولا خفيف، بتحس فيها طعم البيت. دخلنا هلا منطقة بياتزا. هاي المنطقة كل المباني اللي فيها تعتبر من المباني جدا القديمة في أديس أبابا. هو هذا الشارع تقريبا هو الشارع الأهم في هاي المنطقة، بنشوف فيه أغلبها عمارات قديمة. حلو لما تطلع من الشوارع الرئيسية وتدخل في الزقق الصغيرة، بتشوف هيك بيوت العشوائية، بتحس إنك طلعت من المدينة اللي نوعا ما متحضرة ودخلت في مدينة قديمة. بس بدك تتأكد إنك ما تبعد كتير في هاي الزقق لأنه خطر. وراح تلاحظ كتير وانت ماشي في شوارع أديس أبابا انه القهوة اللي بسموها بنة هون هي جزء كبير من ثقافة الشارع الشعبية. فوين ما تمشي راح تلاقي هيك اماكن صغيرة في الشارع بيعملوا قهوة بهاي الاباريق، بيعملوها على الجمر، بتكون بتضلها تهوي لتسخن القهوة، وبصبوا لك في الكاسات اللي مصفوفين. كل مكان موجودين، يعني على كل 10 متر في محل زي هذا. يما بتغلي. طبعا القهوة بتنشرب بدون سكر، وما عندي مشكلة تطاوشوا على الموضوع بالتعليقات سبوني، لكن هذا الرأي ما عندي تراجع فيه. القهوة مع سكر مش قهوة. جينا عند عمي أبو عمران، عمو مزهر، عندهم السموسة، سمبوسك وكاس شاي على السريع. هذا شاي سليماني يا حبيبي. ايه اقول لك شرفتنا ونورت بيتنا. والله النور نوركم. ايوه. طيب الدنيا بلشت تليل في أديس أبابا، الساعة تقريبا 6:30 وقت الغروب اللي هو فعليا الساعة 12 في توقيت اثيوبيا. خلينا نرجع على الجست هاوس اللي انا نازل فيه، وهناك بنختم الفيديو. يلا. ورجعنا على الجست هاوس. هذا كان فيديو اليوم، حبيت بس اخذكم لفة بسيطة في أديس أبابا. ترقبوا الفيديوهات الجاي. كثر الله أسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.